اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده هنتكلم عن برج القوس. وما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات ولايك للفيديو واشتراك للقناه. واهم حاجه هنتكلم عن برج القوس من الجانب العاطفي والعملي والصحي. تمام. بعضكم يا برج القوس هيسافر ويجيله خير. في بعض منكم يا برج القوس جايله طريق سفر، سواء من بلد لبلد تانية، سواء من محافظه لمحافظه تانية، على حسب مكانك. تمام يا برج يا برج القوس. القوس انت جايلك من السفر ده، او حتى سواء انت مش مسافر يعني، او بعض منكم يعني هيجي له طريق سفر، او مقدم او مقبل على سفر، فالسفر ده جاي لك من وراه خير. توكل على الله، مش هتتضايق ابدا. ودي الطاقه بتنصحك ان انت تتقدم للموضوع ده، مش هتندم يعني. بعضكم برضو انت مقبل على مشروع جديد، وفي خوف من ناحيتك انت يعني. ما تخافش، الطاقه بتقول لك تفائل، تفائل اللي جاي، تطلع للافضل. انت برج القوس دايما بتحب التفاؤل، ما بتحبش تبقى محبط. بس انت في خوف من خطوه انت جاي خايف تخش عليها، سواء انت هتبتدي بمشروع، سواء انت هتسافر. برضو من الناس اللي هتسافر خايفه. لا، الطاقه بتنصحك ان انت بتقول لك لو انت مقبل على مشروع، شغل جديد، اي حاجه، انت لازم تتفائل اللي جاي. ما تخافش من اي حاجه، سيبها على الله دايما. وانت برج القوس معظم الابراج يعني بيبقى في ليهم كارما كده، اللي هي بيبقى الدنيا معاهم بتبقى سلسه ان شاء الله يعني. تمام. بعضكم يعني اغلبيتكم يعني هيجيله رساله مفرحه، هيجيلك رساله تفرحك جدا يا برج القوس، مواليد برج القوس. لايك الفيديو، اشتراك في القناه. تمام. هيجيلك اخبار مفرحه يا مواليد برج القوس، هتفرحك وتعوضك وتنسيك عن كل اللي فات. تمام، والله اعلى واعلم. بعضكم مستني فلوس، في ناس مستنيه فلوس دي يعني ابسط ان هي هتقرب هتيجي. لو انت ليك عند حد فلوس فهي هتجيلك، لو انت منتظر فلوس فهي هتجيلك، لو انت داخل في مشروع ومثلا ما جانتش منه ارباح، فالارباح دي الطاقه بتقول لك ان هي هتجيلك، لان في فلوس جايه لك كتير. والله اعلى واعلم، الارزاق بيد الله طبعا. الطاقه تمام، الطاقه متجهه ليك يا برج القوس، وفي اخبار حلوه جدا جايه لك. تمام يا برج القوس. عشان الاخبار الحلوه دي ما تنساش برضه لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد عن ليك انت بالذات يا قوس، وكل الابراج طبعا بيتابعنا. تمام. اخبار الطاقه بتقول لك ان انت في اخبار جايه لك حلوه جدا من ابراج النهارده. الطاقه بتاعتها تقول ان في اخبار حلوه جايه لك النهارده. اكتر برج النهارده يتطلب يعني يتقال فيه، يتشكر فيه النهارده. تمام يا برج القوس. صلي على النبي. الشريك هيقرب منك، لو انت مرتبط او متزوج او خاطب حتى، فالشريك هيقرب منك على قد ما يقدر. هيحس ان هو مبسوط معاك، الدنيا هتبقى حلوه، هيقدم لك كل الطلبات اللي انت عايزها، هيبقى على طول معاك على الحلوه والمره قبل الحلوه. تمام. في تجمع عائلي وفرح، يعني في تجمع عائلي عندك في الفتره اللي جايه، وهتقربوا من بعض وهيبقى فرح كبير. وفرح ده مثلا بينطبق على خطوبه، جواز، ممكن تجمع عائلي عادي، بس هيبقى في انبساط، في يعني قعده حلوه بقالكم كتير قوي ما قعدتوهاش مع بعض. فربنا يعوضكم بالقعده دي، ان انتوا تقربوا من بعض ان شاء الله، والله اعلى واعلم. تمام. بقالك يعني انت معاني، وبقالك كتير الفترة اللي فاتت دي كلها ان انت معاني من في ضيق في الرزق، في ضيق على طول معاك، في كده، بس في فرج جاي. النصيحة بتاعت البرج النهارده بتاع برج القوس، النصيحة بتاعت الطاقة النهارده بتقول لنا ان في فرج جاي، في اخبار سارة جاية، في كل حاجة حلوة جاية ليك يا برج يا برج القوس. واهم حاجة ان انت تتفائل اللي جاي. والطاقة بتقول لك الجانب العاطفي، سواء ان انت منفصل او اعزب، ان انت هتتعرف بشخص جديد. تمام. ولو انت منفصل بس بتفكر في الماضي، فالماضي الفترة اللي جاية هيتواصل معاك، لان انت في نجاحات انت هتقدمها كتير. هو متابعك، هو مراقبك، بس لما يشوفك ناجح وبتتقدم وتتطور هيرجع يتواصل معاك تاني. تمام يا برج يا برج القوس. لايك الفيديو واشترك في القناه، مش تصلي على النبي في التعليقات، وقول رايك برضو في التعليقات. سلام.